كل شيء كيمارس العادة السرية ويتفرج في الأفلام الإباحية، ولكن اللي ما عارفينش أنك كتضيع حياتك مقابل بضع ثواني من المتعة وغافلين على هذا الشيء. وكتفوت الأيام وكل مرة هكا فوق ما تشوف شي تصويرة ولا فيديو مثير كتجيك ديك الشهوة وتقضي الغرض وتندم وتقول آخر مرة هذه، وكتعاود دير نفس الشيء وديما هكا. هنا جيت انا باش نقول لكم شنو هما اضرار العاده السريه والافلام الاباحيه وشنو غادي يصرالك الا قطعتيها، وكاين حتى الفوائد غادي نذكرهم في هذا الفيديو. كاين اللي مبلي بالعاده السريه لمده عام او عامين او اكثر، كاين اللي عاد بادي فيها وهذاك النوع ما مسوقش وما كيبحثش على هاد الفيديوهات اصلا لانه لقى شي حاجه اللي فيها المتعه ومازال ما يحس بالقالب حتى تفوت شي 3 شهور ولا 4، عاد غادي يبدا ينقص عنده هرمون الدوبامين ويولي مصحابنا حتى هو يفقد الشغف في الحياه ويولي يعكز على اي حاجه. القرايه ما غاديش يبقى يمشي ديما، والخدمه غادي يولي معكاز بزاف وما يقد لينوض الصباح. المهم هادشي اللي كنقولوا راه حنا كاملين نفس الشيء، المتعه ديال الحياه ما كتبقاش. الا كنتو تعقلوا منين كنا صغار كانت شي حاجه صغيره ولا اي حاجه جابوها لنا والدينا كتحس بواحد الاحساس عظيم وواحد الفرحه كبيره. هو دابا قول لي داك الشيء اللي كان يفرحك شحال هادي دابا يحرك فيك شي حاجه. عرفتوا علاش؟ لان ديك المتعه زادت على حدها في العاده السريه. وكنتو تلاحظوا في البدايات ديال العاده السريه كانت تبان لكم بحال لقيتو شي سر كبير وفرحانين به، ودابا ما بقاتش ديك المتعه ديال شحال هادي لان السعاده فات الحد ديالها وخاص شي حاجه كثر. وباش يرجع داك الشغف خاص تبدي تقطع العاده السريه، وغادي نقول لكم الخطوات اللي ديروها. كل واحد فوقاش كيمارس العاده السريه، كاين اللي مره في السيمانه، كاين اللي 2 مرات، كاين اللي مره في الشهر، وهذا مزيان وغادي نقول لكم علاش في اخر الفيديو. اما اللي كيمارس كل نهار هذاك حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم راك كتخرجوا على راسكم. هاك المهم حاولوا اللي كيمارس كل نهار يولي كل سيمانه، واللي كل سيمانه يولي ينقص شويه بشويه، تبقاو طولوا في المده عاد مارسوا العاده السريه حتى تقطعوها في مره. وغادي نقول لكم شنو غيصرى الا قطعتيها في مره. وقبل بغيت نقول لكم على الفوائد ديال العاده السريه. هي ما كانت حتى فائده، غير كتحيد داك الكبت اللي فيك وداك الماء اللي خاص كل سيمانه او 15 يوم تحيده. وماشي كنقول لكم كل سيمانه او 15 يوم تمارسوا العاده، لا، هذا الشيء منين تكون تقطع في العاده السريه كما قلت لكم في الاول، ومع الوقت ما غاديش يبقى يتكاثر داك الماء كاع لانه هو ما كانش كاع، غير حيت انت بكثره العاده السريه اوتوماتيك بدا كيخرج بكميه كثيره. لان الا تعقلوا نهار بديتوا العاده السريه كنتوا كطولوا بزاف عاد كتقضيو الغرض، ومع الوقت ما بقيتوش كتفوتوا حتى 30 ثانيه. دابا شنو غيصرى الا قطعت العاده السريه؟ ديك السيمانه الاولى ما غادي تحس بوالو، غادي غير تزيد الشهوه ديالك وكما كنديروا كاع كنمارسوا عاوتاني العاده السريه. ودابا نفوتوا الا بقيت حتى 15 يوم، عرف باللي غادي يبقى التفكير ديالك غير معاها والكبت غادي يزيد. بقيت صابر ووصلت حتى ل20 يوم، هنا درت اول انجاز ما درتوش من نهار بديت العاده السريه. ومن غادي توصل 30 يوم غادي تحس بالرضا عن نفسك وتولي ديك الطاقه ترجع ليك وديك المتعه ديال الحياه تحييها مره اخرى. دابا نقولوا وصلتي لشهرين، هنا حياتك غادي تتبدل ويولي داك الشغف والعجز يمشي وتنوض نشيط مع الصباح. المهم ديك النسمه ديال الحياه غادي تولي لك. اما الى وصلتي 3 شهور صافي ديك الفكره ديال العاده السريه ما غاديش تبقى تدور في راسك نهائيا، وغادي تفورماطا تولي كي كنت من قبل ما كنت تمارس العاده السريه. وهنا جيت نقول لكم كيفاش تجنب الممارسات العاده السريه. الا كنت مازال ما درت ديك لايك ما خسر والو ديرها واشترك في القناه الا كنت جديد، كاين بزاف ديال الحوايج مستقبلا اللي يفيدوك. ونكملوا. تجنب الدخول الى انستغرام بزاف، وتا الا دخلت حيد دوك اللي كيثيروا الشهوه ديالك ابوني، ولا مهم اي حاجه كتفكر حيدها وما تخليش وقتك خاوي. عقل معايا على هذه الخطوه، لان الا كنتو تلاحظوا الاغلبيه كيمارس العاده السريه ملي يكون عنده الوقت خاوي او في الليل. عمر وقتك، بدل حياتك يا اخي. المهم وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.